بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من التعليق على أخلاق العلماء الآجري، وكان هذا في ليلة الأحد 3 من شهر ربيع الآخر لعام 46 بعد 400 والألف من الهجرة. قال الإمام الآجري رحمه الله: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ الله المستعان. ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ونقول كما قال الآجري رحمه الله تعالى: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان، أي في زمان الآجري، أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ أمر أشد وأشد، فما من زمان إلا الذي بعده شر منه. وكلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن وانفتحت أبواب الشر. وكما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن المبارك في الزهد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. وصححه الألباني مرفوعا، وجاء موقوفا لكنه له حكم الرفع. لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، وهذا الذي نحن نعيشه الآن. صار العلم يلتمس عند الأصاغر. قيل لعبد الله بن المبارك: أن يؤخذ العلم عن الصغير؟ قال: لا، أن يؤخذ عن أهل البدع. أما أن يروي الكبير عن الصغير فلا، يعني لا بأس. رواية الأكابر عن الأصغر أي سنا هذه ثبتت عند سلفنا الصالح. بل كان البخاري محمد بن إسماعيل أمير المؤمنين ومن الأكابر، كان في طبقة شيوخه من هم أصغر منه سنا، بل من تلامذته. البخاري روى عن بعض تلامذته من صغار السن. بل قال البخاري: لا ينبل، تأملوا هذه الكلمة، لا ينبل الرجل حتى يسمع عمن فوقه وعمن هو دونه، أي في العلم. لكن طبعا على أن يكون الذي هو دونه في العلم أن يكون عنده علم. لذلك لا غرابة أن تجد في تراجم بعض العلماء أنه يوجد في شيوخهم من هم كانوا من تلامذته، أي ممن سمعوا منهم، وهو تلميذ في الوقت نفسه. لا بأس. فرواية الأكابر عن الأصاغر هذه معروفة عند أهل الحديث. أن يروي الكبير عن الصغير فلا، أي لا يدخل في هذا الحديث الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم: سوف يلتمس العلم عند الأصاغر. ليس المقصود الأصاغر سنا، المقصود الأصاغر أي أنهم يتبعون أهواءهم وإن كان شيبة. لكنه صغير في العقل، كما في بيان صفة الخوارج: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. نعم، حدثاء الأسنان هنا المقصود بهم حديث السن، الصغار. نعم، أصاغر هم في السن، لكنهم في الوقت نفسه عقولهم ضعيفة، وهذه الصفة قد تنطبق على كبير السن. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أنهم الذين هم أصحاب العقول السفيهة. لذلك قال عنهم في حديث الرويبضة:
الذي جاء من حديث أبي هريرة وحديث أنس عند أحمد في المسند وغيره، قال الرجل التافه، هذه سمة عامة، ضابط التافه وإن كان كبير السن يتكلم في أمر العامة في السنوات الخداعات التي نعيشها الآن. نحن الآن في هذا الزمان، زمان السنوات الخداعات الذي يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. والله نعيشه في هذا الزمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر وكما أخبر وقع. وهذه من علامات النبوة، أن ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في هذه العلامات والله يحدث الآن، نراه الآن رأي العيان، والله نراه. نرى هذه السنوات الخداعات نعيشها الآن، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. هؤلاء هم الأصاغر، الرويبضة هم الأصاغر كذلك. فكما قال الأجري، سبحان الله، انظروا الأجري يقول هذا في القرن الكم؟ في القرن الرابع الهجري، الذي يعد على قول بعض العلماء من القرون الفاضلة. يعني القرن الرابع الهجري هذا ملحق بالقرون الثلاثة الأولى الفاضلة، ويقول هذا الكلام، يقول فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، ويتكلم عما كان أو سيكون. فما ظنك به في زماننا هذا؟ ما هو زمان الأجري؟ القرن الرابع. يقول فما ظنك به في زماننا هذا، أي في القرن الرابع. ويقول الله المستعان، ما أعظم ما محل بالعلماء من الفتن، هذا في القرن الرابع الهجري. فكيف في القرن الخامس عشر الهجري؟ فأنا أقول كما قال الأجري رحمه الله تعالى، ما أعظم محل أو ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة، فكيف بزماننا هذا؟ فنسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن. اللهم سلمنا من هذه الفتن. قال الآجري: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد من؟ أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي. لكن هذا الذي يظهر الآن. نعم. أخبرنا علي بن حرب الطائي. أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته، وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته. وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه. كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة. وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به. هذه كلها أسئلة استنكارية من المسيح عليه السلام. وهذا الأثر أخرجه كذلك أحمد في الزهد، وهذا يعني يدخل في جملة الإسرائيليات التي يعني إن كان ظاهر الكلام لا يخالف شريعتنا فنحن لا نصدق ولا نكذب، لكن إن كان حقا نقبله. وهناك عدة مواعظ جاءت عن المسيح عليه السلام، قد يكون بعضها في الإنجيل الذي حرفه له النصارى، مما وصل إلينا يعني عن سلفنا الصالح بأسانيد صحيحة. فهذا
هذا الكلام من المسيح عليه السلام إن صح يعني حق وواقع، ويسأل أسئلة استنكارية. كيف يكون هؤلاء بهذه الصفات من العلماء؟ وكانوا كذلك يتكلم عن بعض أهل زماننا تنطبق على هذه الصفات، هم يعتبرون أنفسهم علماء أو يعتبرون الجهلة أو المغرر بهم أنهم علماء، هم ليسوا كذلك. فنحمد الله عز وجل عليه على نعمة اتباع منهج السلف الصالح، وأن نكون من الذين يبلغون هذا المنهج، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في هذا والثبات. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.